هو الضرب هو الحل؟ امهات كتيره جدا جدا بتلجأ لموضوع الضرب عشان الطفل يبطل فعل الغلط. طيب احنا لو ضربنا الطفل عشان عمل حاجه غلط هيعمل ايه؟ هيبطل، بس هيبطل لفتره مؤقته وهيرجع يعند معاكي تاني ويكرر الغلط تاني ومش هيبطل. فاذا الضرب مش هو الحل. طبعا ده ناهيكي عن اثاره النفسيه اللي هتكون على الطفل. الحل ببساطه زي ما قلت قبل كده ان انا افهمه العواقب وافهمه بطريقه على قد سنه. يعني ببساطه لو عندي طفل بيكسر لعبه طول الوقت، ببساطه هروح اقول له انت لو كسرت لعبك مش هيكون عندك لعب تاني، وانا مش هشتري لك لعب جديده، فانت لازم تحافظ على لعبك. لو نفترض انه ما سمعش كلامي وراح كسر اللعب تاني، فانا بمنتهى البساطه هروح اخد اللعب او هسحب اللعب منه وهقول له انا نبهتك قبل كده وانت ما نفذتش اللي احنا قلنا عليه، فبالتالي انا هسحب اللعب منك. فهو بيتعود كمان انه هو يكون متحمل المسؤوليه، مسؤوليه غلطه او مسؤوليه قراراته، ان هو رجع ونفذ الغلط مره تانيه. وطبعا هو هيفهم ان ده نتيجه غلطه ونتيجه انه هو ما احترمش الاتفاق اللي بينا، وان هو يتحمل مسؤوليه قراره الغلط ان هو رجع نفذ الغلط مره تانيه. مع الوقت هيفهم من غير زعيق ومن غير شدة أعصاب ومن غير ما تنرفزي نفسك، بمنتهى الهدوء نفذي الكلام اللي انتي قلتيه. مع الوقت هيبدأ يعرف حدوده كويس وهيبدأ يطيع الأوامر أو هيبدأ يعرف الصح من الغلط. وافتكر يا ست الكل It's never too late.